بناي خوای بخشنده مهربان حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بو خوای پروردگاری جهان درود و سلام لسر پیغمبری عزیز و خوشویستمان صلی الله علیه و سلم و لسر اهل بیت و یاران وهمشون كوتواني أن تاكوت زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بياني عزيز وخوشويسم لبروغرامي زاد قناغي دوم بابتي فقه الشريعة جيشونة لابريس سيويك سجود التلاوة ما هو سورانيا بيخنو سجود إن شاء الله. سجود التلاوة. سجود التلاوة سجدة واحدة إذا مر القارئ بآية فيها سجدة أو استمع لقارئ يقرأ وسجد فيشرع السجود وهو السنة في قول جمهور الفقهاء. خوشويستا كانم سجدي قرآن خويندن لچن شوينيكي قرآن شوارده هندي كلين 15 سجده ابري لكاتي قرآن خويندنا شوني سجده بردنا اگر قرآن خوين گيشتا او شونانا او آياتانا وتاي او آياتانا سجده ابا يان اگر گوي ليبي كاتي يكي قرآن بخيني او گي كوتاي او يعني جيشتا كوتاي او آياتانا سجده ابا دروسه يعني سجده ابا طبعا السجده بردني تلاوش سنته للاي قول جمهور علماء يرى خلاف شيء ومالك بين واجبها والله ارجح وياك سنته بلى. ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته وهو مشروع في حق القارئ والمستمع داخل الصلاة وخارجها لما ورد في حديث لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيسجد ونسجد معه. بله طبعا بلغمان لسر اما شان بلغيه كيك لوانا او حديثيه كبخاري مسلم ايرنا ولا ابن عمر افرمي في غمر صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وفيها سجدة كسجدة أبوها فيسجد في غمر صلى الله عليه وسلم سجدة برد ونسجد معه يمش لقلا سجدة معنا برد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته يعني وانا مثلا ديارة لكاتي وتار أبوه لكاتي محاضرة ودرس أبوه الله أو نقرأ بعلقه يعني مجال وانا ما كشوني السجدة شوني كبير كسجدة أبوه بينها مياه سجدة أنا برد وهو مشروع طبعا ما اشتكي شرعية واشتكي سنتشة في حق القارئ والمستمع بو كسيك قرآن كاخوني وبو كسيك جوي لي ابي لان لكات نجا يعني لداخلي نجا هر درسته لخارجي شنوجا هر درسته والله لداخل نجا ابي امام يا خلق كا اقدار كاتو بيشا فيان بلي كاك جان اما لم نجي امر يا لركاتيه كما يا لركاتي دوما شون لشون كا سجديتي يا قرآن اخوانين جيش نوشنا من الرمى السجدة يوش لقل ما بين السجدة اجينا نابي ببيع وبيان بله لا امام الشافعي مكروهه لكاتي نجا تو السجدة ببيع او بجماعات دو تبي ويلي انت لو رئيس لي انت كشي وسرعا لي تكشي من بيني ملا مكه سجدة براوه خلقان يكبون شونه السجدة يعني دياره طلع حرم دياره كاتي نجا كثير قرب على دياره خلقان يكبون شونه السجدة خلقان يكبون هر وستاون نيان زاني تشيبكن يعني وساون وبس خلقان قال للركوع لنيويا وساون يعني لو بيننا نشونة السجدة نشل صعنتها سلام ليتك شو اما خرافه بالراسي بوشي وازب ويا لا امام الشافعي مكروهه الا ما قد تنبيه بدري واغداري بدري بيش وخد. وفي الصحيحين عن ابي رافع رضي الله عنه قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه العتمه فيقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه ويسن للمستمع أن يتبع القارئ في سجود التلاوة فإن سجد معه وإلا فلا. بلى لصحيحين هاتوها لبخاري مسلمان لأبي رافع وإلى الرازبي لقال أبو هريرة نيجي عشاء كرت سورتي إذا السماء انشقت خنا طبعا وإلى جزء عامية سورة انشقاق ديارة وسجديتي آياتكاني كوتايا على السجدي برد يمش طبعا وثمان بيوتمان أما شيء يعني أما وتي أما لقى في غمرة نيوجمان كله جيشني تأمشي ناس السجدي بردوا بويا منش السجدة أبم حتى أورجي كأما يتنم خنا السجدة أبم حتى أقام ولا يخايف الوردقار سنة بأو كسشي كجوي ليبي
كجوي لا إمام به سجدة آياتي سجدة بخنه سنة بو كسي كجوي لا إمام به آياتي سجدة خن أجر إمام شو السجدة لقراب كذا سجدة أجر نشوى السجدة لخو أم نشوى السجدة عملنا ناو نيجا يعني بس لغير نيجا أتواني أجر إمامك أجر أو كسي شيء كقرآنك أخواني نشوى السجدة تو طاني بتشي السجدة لغير نيج كجود لي به معلومة بلام لنيجا نابه ونابه مخالفة إمامك أبي متابعي إمامك إمام شو توج بشو إمام نشو ما شو بله. فضله. وقد ورد في فضل سجود التلاوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. بله فضلي سجدي تلاوة خيركي يعني خيري تشني كاتك قرآن أخواني سجدي تلاوة بوي يعني قلت لي أبي كسيك آيات كاني السجدة أخواني تو تشيت السجدة خيركي تشني كحديث معناه لأبو هريرة وخالد الرازي بأن فرمه لا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يجريته كوافر ميتي أجر ابن آدم قرآن خنا وجيشت آيات السجدة سجدي بر الشيطان دورة كيته وأجريه تسكاب أجريان الله ويل بومن قرب سري بومن ابن آدم يعني بني آدم آدميزات أمري فيك راس سجدة بباس سجدة بر بهشتي بوخي بدسنا بلا من أمر فيك راس سجدة برم سجدة نبر أجري جهنم بدسنا يعني ما بس ليه رأيك أو سجدة إن شاء الله أجر إنسان بدلي أكو إخلاص وبيبا إن شاء الله بهش بدس دينه. صفته شون يتيكي سجود التلاوة سجدة واحدة يكبر فيها إذا سجد ويقول حال سجوده سبحان ربي الأعلى، وله أن يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بها بالدعاء المشهور: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وله أن يقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم إلا إن كان يسجد في الصلاة فإنه يكبر في الرفع منه. شوازي السجدة تلاوة شونا يك السجدة إنسان الله أكبر كاو أشد السجدة ولكاتي السجدة كشا الله سبحان ربي الأعلى أيشتواني بلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأو دعاء مشهورة كمشهورة بقرآن خنن أي ليت أجر بود كراء طبعا أجر زاني طبعا سنة شيء إنسان فيري ببي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. شي دعايك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم لك سجدت هو من سجدان بوتوبرت وبك آمنت وإيمان بتوهنا باور بتوهنا لك أسلمت يعني تسليمي توب من ربي سجد وجهي لله الذي خلقه أوادم تشاوم رومتم سجدي بردو أو خواهي كخلقي كردوه كالشوازي ودياري كردوه وشق سمعه وبصره وقوي تشاوي لو دم تشاوي دروس كردوه بحوله وقوته بهول وقوتي خوي فتبارك الله أحسن الخالقين. في روز بأوزاتيك جوان ترينو باشترين وتشاكترين بدي هنا رانا أم جاء اشتواني أم دعاية بكام دعاية شزور دعاية كي بيروزة اللهم اكتب لي بها أجرا خوايا بم سجديا أجر ببنوسة وضع عني بها وزرا وقنا حكاني شم بصروة لايدة واجعل لي عندك ذخرا يعني واجعله لي يعني بابلين واجعلها لي عندك ذخرا وبومي هلقرا لخزيني خوتا الريكة الله أكبر زين شن مهمة ولا رجل قيامته
لخزينكتا سجديك به أزان شان مهمة والله لو أنا أو سجدة رزقارك يك سجدة بو خوا لا إله إلا الله يك أو هنا تاوانا كانت هوا داتو تاي ترازيو شاكا كانت خرسكا جا سجدة يك أبيت شنيا قورا به كبو خوا تسليم بونه هيچ نية أوني سجدة قورا به سجدة بردن بو خواي پروردگار لحيج حركة يك نية أوني سجدة للاي خواي تعالى خوشايز بو إخوايا بومي بكر الذخريك لا يخوت هاري قربهم وتقبلها مني ليمي قبولك كما تقبلتها من عبدك داود وكوشون لا داود عبدي خود ورد قرد خوايا آوا لمنشي ور بقرأ أمجا سربر زكاته طبعا تكبيري ناقرك أقر تو وبينيش لم يجا نبو بيه الله أكبر ناقرك سربر زكاته والسلام يشي نابه بلام أقر لم يجا بيه طبعا الله أكبر يكاكي بوي سربر سكرنا وكا أقر لنا ونيجا سجدة كتبت الله أكبر يكاكي بوي سربر سكيتوا بله بوروش نكش الله أكبر نابه بلام طبعا أقر جماعات بيه ولا بل خاطري جماعات بوي بزان كتو أشيت السجدة اگر زانين قربال خو نازانن واغانينيا الله اكبر يبكي اجينا خوي نايبه ولا يشترط على الصحيح الطهارة للسجود التلاوة ولا استقبال القبلة لعدم الدليل على ذلك وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجده وهو على غير وضوء لكن متى تيسر استقبال القبلة وأن يكون على طهارة فهو أولى كما لا يشترط له الحجاب ويجوز في أي وقت ولو كان وقت نهي لأنه ليس صلاة على الصحيح في ذلك كله طبعا ما خلافه لمشتانا بس أما الرأي أرجح كباسك أما نك يسباسك قشتي خلافي تياهي يعني عندي عالم تري يشتري وتوبلام أويك رأي بقوته أمايا بلغي لسرا أو مرجنية بوسو جدي تلاوة دزنوشت هبه مرجنية دزنوشتش نبيه كجود ليك يبو سجدي فهمت توش تواني بيوي يعني خود اگر قرآن لبربو يا قرآن تخناوه لموبايل يعني لشتك كسجدي تلاوه بو اتواني السجده بي بعد دزنوشتش نبيه ومرجش نيه الرد لقبله بيه ما قلنا لنا مرجنيه بلام اگر خود دزنوشت هبي والسجده رد لقبله بيه وما باشتره بلام مرجنيه يعني اگر حتى مجالتش نبرو كي تقبله اعتياديه شو قراهيش بلغي كي لسناته ابن عمر يسجده وهو على غير وضوء ابن عمر ببي دزنوجيش سجدي تلاوي ابرد بلام اگر تو بوت كرا دزنوجيش هبي وروكي تقبله وطبعا باشترو بلام مرجنيه يعني هروها حجاب كردن بو افراد ضرور نيه بو سجدي تلاوه يعني افراد اگر قران يخنا بو نمونه يا جوله قران بو اتواني سجدي تلاوه بو ببي او حجاب بك چونك خو حجاب واجب نيه بو قران خن اتواني ببي حجاب افراد قران بخوني ويجوز في أي وقت لحركاتك السجدة تلاوة بوي هر اعتيادية حتى لكات النهي كانش لدوين يجي بياني هتاخر درجة ولا دوين يجي عصر تاخر أوابي ولا كاتي يجي إني مروشة يعني برلن يجي مرة بتشاركك لكاتي استوايا الدرسته چونك أما نيجني على الصحيح طبعا أما الله إلا سر رأي صحيح وكو باسمان كد لواني الرأي خلافي هبي لما وملت العالم شتيت لها متوى بس أمي كباس كان أمر رأي بقى وتكانا ظاهر والله أعلم صار لسر السجود تلاوة إما باسك مانع إلى سيرة كاتب پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام هند الصحابة أو بتشون بو حبشة تشون بو حبشة لويبون طبعا دعاية بلا بوت أن همو قريشي ماني هنا قرانا وأبو زوزر أزاري أنا داوا معنا لبرا مش قرانو كاتب پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام سورة نجم دابزي بعدين برس پیغمبر خو همو يعني كو كردو بو يعني خوندو سورة نجم لكوتايكا خوي قرا فرميه طبعا همو هالرشيه هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون عليك بيغمري خو عليه الصلاة أما يوت فسجدوا لله واعبدوا همو قريشون سجدا يعني أمانة كاريجري لسرين أبو لسيرات ولا كابرانية تواني داشمه كردي تشين خولا كردي بانسر خو يعني أو أنا كبق قود بو آياتك جاء ما بسم يعني بيش السجودي تلاوة يعني بيش نجي جبوا به أنا وأنا كاريجريها بوابلن والله أعلم كمان سجود الشكر
مواضيع السجود التلاوة في القرآن. مواضع سجود التلاوة في القرآن. وللسجود التلاوة 14 موضعا معروفا في كتاب الله تعالى. وأما سجدة سورة صاد ففيها خلاف، والأقرب أنها سجدة الشكر، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. شو كان سجود تلاوة شوارده شون لقرآن هاتو سجود تلاوة تيايا سجديك معناه لسورة صاد، يعني لسورة صاد السجديك يا الله خلافي تيايا لبين علماء سجدي تلاوة يا سجدي شكرا الله أو زياتر لو يعني بوتشوني يعني لا أنبق وتر أو كسجدي شكرا. شكرا الله ابن عباس قال الرازي فرمي صاد العزائم السجود نية بلان بيغمر بيني سجدي تيابرت بلا يعني ما بس سجدي تلاوة نية سجدي شكرا. وليس لسجود التلاوة ذكر خاص، فيسن أن يقال سبحان ربي الأعلى وغيره مما ورد في السجود. بلا الله ذكر كتابتينية أوانيك باسمان كرد أوانش سنته وأتوانها بلي سبحان ربي الأعلى أركام يبلي هاد درسته يعني سجدي كتابتين ذكر كتابتينية. بلا سجود الشكر يستدين أساس سجود الشكر يعني سجدة بردني سباس جزاري. بلا يستحب لمن أنعم الله عليه بشيء من النعم، أو دفع الله عنه نقمة، أو بشر بما يسره، أن يسجد لله شكرا على تلك النعمة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. سجدي شكر خوش بسكانم سنة بأو كسيك خويت على نعمتك مجدي نعمتك بيدا يعني مثلا من على كتبه مثلا خويت على رزقك بو نيريت يعني خويت على نارحتيك لسر لا أبا أنا خوشك لسر لا أبا يا المهم مجديك خوش أقات دس سنة إنسان سجد بو خويت على شكري لشكري أو نعمته وكسباز جزاريك. أبي بكر رضي الله عنه فرمى في غمر خاص الله وسلم أجر اشتكي دل خوشكري خبرك كوالك دل خوشكري بوباته سجدي شكري أبرد. لا صحيحين شاهاتوها بخاري مسلمة كعبي كري مالك كاتي مجدي توبكي يجيش لموضوعي غزاي تبوك وابو وان دوا كوتن خويت على عقوبيدان معويك دوا وامجا خويت على توبيد بوان دابزان كمجدكي الذين خلفوا. بله كمجدكي يجيش يكسر سجدي بو خوي پروردگار برد. بله سجدة الشكر في الأحكام كسجدة التلاوة تماما، فلا يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة ولا الحجاب، وإن تيسر له ذلك فكان أولى، وتسن في أي وقت. سجدي الشكر وكو سجدي تلاوة وايا يعني مرجنية إلا دزنية جتها رولا قبلة بكي حجابي بسبب آفرد أمانة مرجنية يعني أمانش نبي هر أبي بلام خو أجر أوانش ببيه باشتر أجر أوانش ببيه باشتر. بله سجود الشكر يكون لنعمة حقيقية، فعجبا لمن يسجد للفوز بأرب أيدول ونحوه، فهذا استخفاف بعقول الناس. الله سجدي الشكر يعني بو نعمتك حقيقي يعني سنة إنسان سجد بوها إجا زور سيدة كسانك بو شتا جناح كان يعني بو أوانيك جناحا كاتلوا سرك سجدي الشكر با الله وقال تكردنا بعقلي خلقي بلام لسر مسألة لو أنا يسافر سيارك لمش كيموت أنا هبه أي بو توبين بو ورزش بو أمانة كابرا قولي كاس سجدي الشكر با للراسية ما دام أصلي اشتكى حرامنيا ما دام أصلي أو ياريا يعني أصلي أو اشتا حرامنيا مباحة دروس السجدي الشكر بو بي بلام كاشتكى حرام بي يترتوش سجدي الشكر بو تشي بو حرام بي يعني بويا والله أعلم. طبعا نخون جملة يعني هيك هندي العلماء بو بتايبة علماء السعودية وتيتيامات شيء ونابي وأمانة بس بوشي نابي شونك آخر كيشك أوي أوان هرتو توبين وياري وأمانة بحرام زان يعني للراسية بويا وعلين
اجينا لا اوان اگر وكو يما وسطي لموضوع كتيبغن كياري توبيان يعني هل ياري كيتر لهوه يتر لهو هي مباحه لهو هي حرامه لهو شيء مكروهه ظاهري توبيان ظاهري ام ورزشاني كاكري اگر شتي تريد يكلا به ظاهركي ان شاء الله درسته ظاهركي والله اعلم. تعالى لقنا احمد خوش بيخو عفو مانكاو لا مزراوانك ان شاء الله تعالى.